ما كنا عليه كان فيه أشياء وأشياء غلط، والآن نحن عدلنا. ألا تخافون على عقول الشباب الذين تتلمذوا على أيديكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، ثم أما بعد. أخي أسعد، إن شاء الله ستكون ليلة طيبة جدا، وأنا أعرفك وأحبك تماما، أبادلك حبا بحب، وقضينا غير قليل من الوقت في هذه المملكة الشريفة. لكن دعني في البداية أقدم لك تحية الأخ العزيز، أحد الإخوان الذين تحبهم يقينا ويحبهم حمو الإخوان المصريون وإلى آخره، وهو الأخ المختار. إن كنت تذكره، فمختار كلفني أن أبلغك سلاما حارا، وقبل قليل كنت أحتسي وإياه فنجان قهوة في أحد شوارع مدينة طنجة، وذكرناك بخير، وقال لي لا بد أن تحيي وأن تسلم عليه على مباشر. عرف مختار. وصلت. الله يسلمك ويسلمك. طيب، الآن مع المعقول، أولا عليك وعلى الإخوان أن يعلموا أن المراجعات الفكرية لا يقوم بها إلا من له بضاعة فكرية أصلا في الساحة، كأن تكون له محاضرات، مؤلفات، مناظرات إلى آخره، يعني له بضاعة فكرية علمية في الساحة، فهو يراجعها فيتراجع عن بعضها ويبقي على البعض الآخر. لكن قبل أن أتحدث عن مراجعتي الخاصة شخصيا، دعني بإطلالة سريعة على المراجعات كبريات المراجعات التي حدثت للجماعة الإسلامية في مصر في أواخر التسعينيات كما تعلم. وكانت هناك منذ الأستاذ شكري، حيث بدأت موجة التكفير العارمة لتطالك كل شيء، وكان بعد ذلك كما تعلم السجون في عهد جمال عبد الناصر والتعذيب وإلى آخره، إلى أن تطور الأمر لتأسيس جماعات جهادية، الجماعة الإسلامية نفسها وجماعات الجهاد أيضا. وكلنا نذكر عملية الأقصر التي راح ضحيتها الكثير من السياح وسالت الكثير من الدماء، فكلنا ونعلم ما تبع ذلك من موجات للاعتقالات والسجون وغياهب السجون وإلى آخره إلى آخره إلى آخره. لكن في أواخر التسعينيات أو سنوات التسعين ظهر للجماعة الإسلامية أولا، ظهر لها أن هذا الطريق نفق مسدود لا يؤدي إلى خير، لا يؤدي إلى إقامة دولة إسلامية ولا خلافة إسلامية، ولا هم يحزنون، لا يؤدي إلا إلى إراقة الدماء والفتنة والرعب ونشر الرعب والإرهاب بين المسلمين وليس بين بين المسلمين أنفسهم، في الشعوب الإسلامية وعند الحكام المسلمين وعند الجيوش الإسلامية والمؤسسات الأمنية إلى آخره. فظهرت هذه المراجعات التي حقيقة لم تأخذها السلطات المصرية يومها عن محمل الجد، ولكن يعني رويدا شيئا فشيئا بدأت تطمئن السلطات المصرية إلى هذه المراجعات، لا سيما أن هناك كتابات كثيرة قد صدرت عن العلماء الجماعة الإسلامية إلى وفعلا حصلت بعض الانفراجات وأطلق سراح الكثير منهم، لأن لا ننسى أن هناك عشرات الآلاف وليست مئات أو عشرات الآلاف من السجناء على كل يعني. ثم بعد ذلك تبعها جماعة الجهاد الإسلامي، والجهاد الإسلامي لها منظر عملاق في التنظير، وهو الدكتور الطبيب عبد العزيز، الذي يسمى معروف في الساحة الدعوية والجهادية بالدكتور فضل، وكتب كتابا في الجهاد ومعالم الجهاد وفقه الجهاد، ثم كتب كتابا آخر يعتبر المرجع الأساسي لجماعة الجهاد في العالم كله، ألا وهو الجامع الصحيح في طلب العلم، أو الجامع في طلب العلم الصحيح أو في طلب العلم الشرعي. كتاب ضخم من مجلدين، أنا قرأتهما هذه الكتابين، وقد أهدانيهما الدكتور أبو قتادة
الذي هو من المنظرين الكبار كان في لندن والآن هو أردني ربما، وهو أيضا من العلماء الذين قاموا بمراجعات، كان محكوما بالإعدام ثم سلم إلى دولة الأردن، والأردن يعني تعاملوا معه بلطف وكذا، فكانت هناك مراجعات وأطلق سراحه. على كل حال إذا هذه نظرة سريعة، وكانت هناك مراجعات في السعودية ومراجعات في اليمن، في كل مكان. لكن السؤال يا شيخ، ان المراجعات هذه مرتبطه بالنظام، يعني النظام هو من يصيغكم من جديد، يعني ليست القضيه مراجعات. هذه ممكن ان يعني مثلا لو انه الشيخ الفزازي في لحظه من اللحظات جلس مع نفسه وادرك انه مخطئ في امور، لكن انت مراجعاتك جاءت بعد السجن دام ل8 سنوات، يعني كانه انا اريد ان اقوله لك انه مراجعاتكم كانها صاغتها لكم الانظمه وقالت لكم قولوا كذا وتبرؤوا عن كذا، يعني قولوا ان هذا النقطه. يعني اولا علينا ان نعلم ان المراجعات في الشرق هي مراجعات لتنظيمات، وكل تنظيم له مؤطرون وله منظرون وله قادة، بل لهم كتائب عسكرية مسلحة حقيقة في الساحة وتمارس ما يسمى بالجهاد وتقتل وكر وفر وإلى آخره. لكن في المملكة المغربية ليست هناك أي جماعة لها هذا البعد، سواء الإيديولوجي أو المسلح أو الإرهابي أو التنظيمي ليس هناك أي جماعة لها منظرون أو مفكرون أو إلى شيء. فإذا أنا مراجعاتي مراجعات فردية لا أقل ولا أكثر. وقبل أن أعتقل كنت إماما أخطب بالناس وأصلي بالناس صلاة الجمعة، وكنت أستاذا للغة الفرنسية في مدارس حكومية، وزوجتي مدرسة أيضا في المدارس الحكومية، وأبنائي وبناتي وصلوا إلى الجامعة ودرسوا وإلى آخره. بمعنى أن ذلك التكفير البعبع للداعش أو للجماعة الإسلامية غير موجود أصلا، لأن التكفير كما تعلم لا يمكن أن يسمح لنفسه أن يكون موظفا لدى الدولة التي يكفر. فنحن يعني ما اتهمنا به من تكفير المجتمع برمته غير صحيح، لكن كنا نكفر يعني جهات معينة كنا نكفرها ولا نخفي ذلك. كنا نكفر الحكام من طنجة إلى جاكرتا، جميع الحكام نضعهم في سلة واحدة ونخرجهم من الملة بتهمة الحكم بغير ما أنزل الله وبتهمة كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه واحدة. لكن أنا أبعدت النجعة في هذه المسألة ورحت أو انسقت مع الذين يكفرون أيضا علماء الإسلام. أنا من الذين كنت أكفر الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ السديس والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، بل حتى الشيخ المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم كثير 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 جدا، لاعتبارات معينة في سياق معين إلى آخره. لأن لا ننسى أمرا من الأمور المهمة، وأن هذه الموجة التكفيرية أو الجهادية كان لها سياق معين. كان هناك شيء اسمه الجهاد في أفغانستان، كان هناك شيء اسمه الجهاد في البوسنة والهرسك كما تذكر، كان هناك ذبح للمسلمين واغتصاب للمسلمات في شتى بقاع الأرض، كان هناك الجهاد في كشمير والجهاد، لكن ولا سيما الجهاد السوفياتي اللي في أفغانستان، ثم الجهاد ضد الأمريكان أيضا في أفغانستان وفي العراق. إذن كان هنا عندنا واحد سياق معين أفرزت هذه الفتاوى البعيدة عن الشرع وغير مؤطرة شرعيا وغير مؤصلة بالفقه الشرعي.